الجوع في الصيام حقيقي ولا وهم هرموني؟ في رمضان ناس بتحس بالجوع من أول اليوم، وناس تانية بتفطر وبعدها بساعتين بتقول أنا لسه جعان. وهنا السؤال الحقيقي مش إمتى بنجوع، لكن ليه بنجوع؟ وهل ده احتياج فعلي للجسم ولا رسالة هرمونية طلعت في توقيت غلط فاحنا فهمناها جوع؟ مش كل إحساس بالجوع معناه إن الجسم محتاج أكل، ساعات بيبقى محتاج تنظيم أو هدوء أو توازن. والفرق بين الجوع الحقيقي والوهم الهرموني هو اللي بيحدد رمضان هيعدي بهدوء ولا بتعب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والغضب هنا مش بس في غضب المشاعر، الغضب كمان اندفاع انك ترد بسرعة، اندفاع انك تاكل اول ما تحس، اندفاع انك تطفي اي احساس من غير ما تفهمه. الصيام بيجي عشان يدرب الانسان على نوع تاني من القوة، قوة انك تستنى شوية وتسمع الاشارة وما تجريش ورا أول رغبة. عشان كده مش كل جوع في الصيام معناه إن الجسم محتاج أكل، في جوع محتاج وعي وفهم وهدوء. واللي يتعلم يملك نفسه قدام الجوع زي اللي يملك نفسه قدام الغضب بيطلع من الصيام أقوى مش أضعف. يعني إيه جوع أصلا؟ الجوع نوعين: جوع حقيقي وجوع هرموني. الجوع الحقيقي معناه إن مخزون الطاقة قل فعلا والجسم محتاج وقود عشان يكمل، وده جوع بيجي تدريجي وبيكون واضح وبيهدى لما ناكل أكل حقيقي ومتوازن. الجوع الهرموني إحساس بيطلع من المخ مش من المعدة، إحساس مفاجئ ملوش علاقة بنقص طاقة حقيقي، بيجي نتيجة لخبطة هرمونات أو توتر أو عادة متكررة. عشان كده ممكن تحس بالجوع وانت لسه فاطر أو بعد ما تكون أكلت كفاية فعلا، لأن طلب الأكل هنا بيجي بسبب الإشارات العصبية مش بسبب الاحتياج الفعلي. الجوع الهرموني بيجي إمتى؟ الجوع الهرموني بيجي لما الأنسولين يتلخبط أو مواعيد الأكل تتغير أو السحور يتلغي أو النوم يقل. في اللحظات دي المخ ما بيستناش، بيبعت رسالة سريعة كل، مش لأن الجسم محتاج طاقة ولكن لأن الإشارات ملخبطة والتوتر عالي. فالإحساس اللي بيطلع ساعتها مش جوع حقيقي، ده طلب تهدئة والمخ بيترجمه غلط على انه اكل. طيب ليه الجوع بيزيد في اول رمضان؟ اول 3 أو 5 ايام الجسم لسه بيتأقلم، مواعيد الاكل متغيرة، مواعيد النوم متلخبطة، والهرمونات بتعيد ترتيب نفسها. عشان كده الجوع بيزيد والصداع بيظهر والناس تقولك انا تعبان، وده طبيعي، مرحلة انتقال مش علامة فشل. الجوع بعد الفطار سببه ايه؟ في ناس بتفطر وبعد ساعة بتحس انها جعانة تاني. الإحساس ده غالبا مش جوع حقيقي، ده نتيجة قفزة سريعة في الأنسولين. أكلوا سكريات بدري وعيش أبيض وحلويات بترفع الأنسولين بسرعة، وبعد الارتفاع السريع ده بيحصل هبوط أسرع، ومع الهبوط ده يطلع إحساس جوع مفاجئ رغم إن الجسم لسه واخد كفايته من الطاقة. الخلاصة، لو عرفت تفرق بين الجوع الحقيقي والوهم الهرموني، مش بس الصيام هيهدي الأنسولين، لا ده جسمك كمان هيفهمك والحرق هيشتغل من غير صراع ولا معاناة. استنوني في حلقة جديدة من برنامج صيامك صح، ودلوقتي أسيبكم مع النظام الغذائي لليوم الرابع. سلام عليكم.